بقدرة قادر نادي الزمالك طوق نجاة لرابطة الأندية واتحاد الكورة بالتعاضد مع المصري. إن الاختلاط من الأول غلط. إيه هو طوق النجاة يا أسس؟ حل أكبر مشكلة في التاريخ الأوسط بين النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكورة، وهي الخصم ال3 نقط. تاني يا أسس، حل مجلس الإدارة هو اللي حل المشكلة الكبيرة اللي في الشرق الأوسط كله بين النادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكورة بالتعاضد مع المصري. الله، ده عمال يقول يا عم ده الأهلي السبب، والأهلي اللي بيعمل كده، والأهلي بيخطف لعبتنا، والأهلي أي حاجة وخلاص. طب الأهلي ماله من اللي حصل النهارده؟ الأهلي كان بيدير الماتش، الأهلي كان مدير فني، الأهلي هو كان بيعلق على الماتش. تعرف بس الحاجة، بس أنا همشي بالمبدأ ده. لازم النادي يرجع يقف على حيله بولاده المخلصين مش ولاده المنتفعين. تاني حاجة، حضراتكم وديتوا النادي في 60 داهية بموضوع الشيكات ده. موضوع اللي قال لك الشيكات، ولا لعيب عايز يجدد، واللي كان عايز 10 عايز 20، واللي كان عايز 20 عايز 40، واللي كان عايز يجي ب10 او تشتريه ب10 عايز 200، واللي كانوا في الناشئين ما بياخدوش فلوس ولا مرتبات هم ومدربين، كله عايز يطفش. فين الفلوس؟ وفي الاخر مفيش فلوس. الحاجة الثالثة بقى واللي هي الكارثة الأكبر، إن المتحكم في النادي أنكل. يعني أنا دلوقتي اللي جاي رايح نادي الزمالك، أنا لعيب هيشتروني مش عارف أقعد مع مين، أو عندي مشكلة في نادي الزمالك، فالطبيعي كله بيطفش. والمشكلة بقى الأسوأ من كده موضوع زيزو. ده اللي هيموتني، ده اللي فعلا اللي كل دماغي عتبني عليه. هو إزاي الواد ده طفش؟ وإزاي نسيبه من غير فلوس؟ إزاي ما اتباعش كده ويلا مع السلامة اتفضل هات فلوس يا عم وامشي؟ ده ولا استفدنا منه فنيا قاعد في النادي ولا ماديا. يبقى فعلا الناس دي مش امينه على نادي الزمالك. انا بفكر بفكر وافضل افكر فيه من النهارده لغايه ما اموت، ربنا يفتكرني. يعني مفيش حاجه اسمها حجه، مفيش حاجه اسمها ان الاهلي السبب، مفيش حاجه اسمها اتحاد الكره السبب، مفيش حاجه اسمها لجنه المسابقات السبب. مفيش في حد في الدنيا بيتحجج 23 سنه ما خدناش دوري ابطال نتحجج 23 سنه، مش الكلام ده. واللي عايز يزعل اللي يطق يتفلق. لازم نفوق، لازم جمهور الزمالك يفوق. رئيس النادي اللي يجي ده او الناس اللي ماسكه اللجنه او يجوا ياخدوا بطولات، ما يجيبوليش حجج، ما يصدرليش مشاكل، ده دورهم. انما بقى تصدروا للنادي اصل ده هرب، اصل ده معناش فلوس، اصل وقف قيد، اصل ده حجج. ينع عرفت امي بيها. خلاص بقى، خلاص. ده انتوا من ضمن الحجج حلتوا مشكله الشرق الاوسط للنادي الاهلي بالتعاضد مع المصري. ده انتوا فعلا يعني بجد والله العظيم سبحان الله كده. لو انتوا اهلاويه وجايين تدمروا النادي والله ما هتعملوا كده، والله ما هتعملوا كده. ولا الكادر بتاع الصالات ده كلكم ما اشوف الكادر بتاع الصالات ده في اي حته بيتكلم عن نادي الزمالك منكم لله يا جمهور الزمالك. والله انتوا اللي جبتوا الكادر ده، هتقولوا كادر لغايه ما دمر الالعاب كلها، دمرها كل العاب الصالات. خلوا يا جماعه رجال الاعمال دي كلها مش عارفين يحلوا مشكله لعبه، اي لعبه يعني كره القدم، طايره، سله، يد، اي لعبه، وتوسميهم خير وبتشكروهم على فيسبوك ودعم مين؟ دعموا انتوا. واللي مش عاجبه كلام يعمل لي بلوك. كده في لجنه الكترونيه شغاله من نادي الزمالك عليا، مفيش مشكله. في صحفيين من نادي الزمالك من تحت السلم مسرحين لهم، ده شغال عادي، مفيش معايا. بس انتوا بتسرحوا الصحفيين دول بناء على ايه؟ وانتوا فشله في كل الملفات. يعني هيقولوا ايه؟ هيقولوا يتصدق يعني. لازم يا جماعه نبني الفتره الجايه جمهور الزمالك والجمعيه العموميه. الامل فيكم. الناس دي كلها بره النادي، كله انكل وميم والاداره كله، مع احترامي ليهم كلهم طبعا، يعني كلهم. يعني الاداره في ناس في جوه الاداره انا عايزها، ناس محترمه بجد، تعبوا بجد، تعبوا ده اخرهم واتباعوا. انا معاهم والله، بس لازم يمشوا.